تفضل السيد النائب محمد لطفي بالحديث. معالي الرئيس، أشكر حضرتك طبعا بشدة على تكريمك، وشكر موصول طبعا للسادة وكلاء المجلس والأمين العام. طبعا أنا شرف ليا كبير قوي إن أنا حصلت كمصري إن أنا حصلت على الوسام ده، وهو يعتبر زي ما حضرتك تفضلت وقلت من أعرق الأوسمة البريطانية من 1917، وبيبقى بيمنح لناس لهم إنجازات استثنائية في التعليم والعلوم والخدمة العامة والعمل المجتمعي. وطبعا أنا مش أول مصري يحصل على وسام زي سبقني، طبعا ناس شخصيات بارزة لنا كلنا زي الدكتور مجدي يعقوب حاصل على الكي بي إي، السير محمد منصور برضو كي بي إي، مينو شفيق حاصلة على الدي بي إي. بس اللي أنا عايز أقوله يا فندم إن ده مش تكريم ليا كشخص، هو تكريم لمسيرة عمل، ومسيرة العمل بتاعتي ديت كان فيها ناس كتير اشتغلوا معايا، سواء لما كنت في بريطانيا لمدة 26 سنة أو في مصر في جامعات مختلفة، وهي عبارة عن تتويج لشغل مجموعة من الناس مش لشخص. بشكر حضرتك تاني، وبشكر الزملاء، وبشكر كل اللي موجودين على تهنئتي. ألف شكر.